ايه يا صاحبي عامل ايه؟ مبروك للزمالك يا عم، مبروك يا عم للزمالك. احنا لينا غير شيكو بنزا؟ 100 عقبة ليها غير شيكو بنزا؟ عندنا حد اغلى من شيكو بنزا؟ نجم النجوم رافائيل لياو الكرة المصرية، اعظم لاعب في افريقيا، فخر انجولا، فخر انجولا واعظم ما انجبت انجولا والماما افريكا. الشيكو بنزا يخلص الماتش بعرضيه ولا اروع لألفين بالزيرة اللي بيسجل هدف الفوز للزمالك على بيراميدز. مبروك للزملكاويه. بصراحه ماتش 10/10. النتيجه يا جماعه اكتر ماتش يعني الواحد فرح من قلبه فعلا للزمالك السنه دي كتير. السنه دي انا راجل بشجع الزمالك من بدايه الالفيه تقريبا، اكتر سنه حقيقي الواحد بيتفاعل مع الماتشات وبيندمج مع الماتشات. بجد الموضوع مش سهل جدا. السنه دي غريب، السنه دي سنه غريبه فعلا. تفهمش ايه سبب الارتباط والحكايه دي عند ناس كتير قوي، ارتباط كتير قوي بالدوري ده. كلنا عايزين الزمالك ياخد دوري، ده احساس دايما، بس السنه دي بزياده، السنه دي فعلا مش طبيعيه. دوري مؤثر جدا، يمكن ممكن يكون احسن دوري اكتر من سيد عبد النعيم نفسه، لان فعلا الدوري ده مفيش كله منفعل جدا، كله نفسه الدوري يكسب. الزمالك يكسب الدوري، وثلاث نقط مهمه جدا يا جماعه. طيب الزمالك بدأ الماتش، وهنقول الاول ايه الاختلاف اللي كان في التشكيل. الاختلاف يا جماعه كله كان في ان محمود بن تايك اتصاب قبل الماتش، فاضطرينا نلعب بمحمد اسماعيل في وسط الملعب، ودخل بعد كده الونش دفاع، ولعبنا بفتوح باك شمال. انا من وجهة نظري ان ثنائيه الونش وحسام عبد المجيد دي يعني رب ضارة نافعة، ان هي كانت احسن في مواجهه بيراميدز. ليه بقى؟ بيراميدز سلاحه الاولاني هو محمد الشيبي بعرضياته، احسن اتنين في الكرات العرضيه في خط الدفاع هو حسام عبد المجيد والونش، مش محمد اسماعيل. محمد اسماعيل احسنهم في الكرات على الارض، انه يلعب كره اماميه. محمد اسماعيل من وجهه نظري اتظلم يا جماعه جدا في حته مركز ستة. هو مش ستة، هو لعيب مدافع. لو انت بقى عايز تلعب بالثلاثه يبقى تلعب بالثلاثه مع بعض، ترجعه يلعب في وسطهم. او مش صعبه يا جماعه، مش صعبه. خلاص هو تلعب بيه، او تلعب بثلاثه ورا. ممكن حسام عبد المجيد ناحيه اليمين في القلب، ومحمد اسماعيل على يمينه والونش على شماله، هتبقى كويسه جدا من وجهه نظري. عادي تلعب 3-4-3، مش ازمه خالص. بالذات انت ما عندكش لعيب سته في الزمالك اللي هو تعتمد عليه، مفهومش. شحاته مش سته، جهاد ربنا يشفيه دايما مصاب، احمد ربيع له ما له وعليه ما عليه، ما هوش سوبر، ومحمد اسماعيل مش سته خالص يعني، بيقدم اداء وحش قوي في مركز سته. ماشي. المباراة بدأت بمفاجأة. ايه المفاجأة اللي فيها؟ بيراميدز مش ضاغط الضغط العادي بتاعه. انا وانت وممكن معتمد جمال نفسه متوقع ان بيراميدز هيضغط علينا، هنرجع ورا وهنستقبل اللعب وهنصحهم بواحدة مرتدة. على فكرة ده الجيم المثالي للزمالك عامة، يعني الزمالك مع معتمد جمال بيعتمد على المرتدات والتحولات بطريقة خرافية. ده احسن جيم الزمالك يحبه، ان اللي قدامه يضغطه فالزمالك يرجع ورا شوية، وواحدة لناصر، لان وناصر بيبقى كويس قوي في المساحات، لان هم يعني في التحولات هو لعيب مباشر على الملعب، على الجون على طول. بزيرة سريع جدا، عدي مجهود جبار دايما طول الماتش. فبيراميدز لعب جيم متكافئ، مش مهاجم قوي، وجر الماتش كده لدرجه ان ايه، خلاص الفريقين بقوا خايفين من بعض. فالزمالك بيهاجم شويه بس بحرص وحذر، وبعد كده بيراميدز بيهاجم شويه بحرص وحذر. فلا احنا مسيطرين على الجيم ولا هم مسيطرين على الجيم. الجيم رايح جاي بين الفريقين، وبحذر شديد قوي كان كل واحد بيفقد الكرة بيرجع بالعشر لعيبة ورا وخلاص مفيش حاجة. ومع اتنين حراس ما قدموش اي اخطاء في الماتش، يعني المهدي سليمان والشناوي كانوا كويسين، فكنت تحس ان الماتش رايح للصفر صفر. ايه اللي حصل بقى؟ الشوط الاول اول حاجه ما كانش فيه هجمات كتيره خطر، يعني شفنا واحده بس بتاعت بيزيرا اللي لعبها لناصر منسي، وناصر حطها بره بتاعت اليد ديت. وفي واحده كمان لعبد الله السعيد حطها، كان المفروض يبقى النصر يوديه انفراد بس هو شاطها بره. وبيراميدز كان ليه واحده بتاعت زلاكه دي اللي هو شاطها وحش، وتقريبا بس وليهم الجول الملغي. دي الكرات الخطر تقريبا في الشوط الاول. الشوط التاني بقى بيراميدز كان ناوي يعمل حاجه كده مختلفه، ان مع مرور الوقت بيراميدز يزود الايه، الضغط شويه. بيراميدز لازم يكسب يا جماعه، كان لازم يكسب بيراميدز، حتى التعادل ما كانش في صالحه، فكان لازم يكسب. فهو عامل ايه؟ شال ده للتغييرات. لقينا مره واحده الراجل من يا نهار اسود، منزل وليد الكارتي ومنزل عقده الفخوري، وكان معاهم مين؟ مروان حمدي. انا بصراحه يعني عارف هو الفقر مش عيب يعني، بس انا حسيت فعلا ان هو ايه، يعني الدنيا دي صعبه قوي، الدنيا دي صعبه قوي. يعني راجل منزل 3 عتاولة من بره،
تلات عتاولة، واحنا يا عيني معتمد جمال يعني زي ما بقول لك كده يوضع سره في اضعف خلقه. نزل الشيكوبانزا خلاص اللي عندي، وانت هتهاجم يا عم، انا هلعب الحاجه الوحيده اللي عندي اللي ممكن يعني مش ممكن، هو ممكن يقلب الماتش ليه وممكن يبوظها خالص. يعني شيكوبانزا برضو لعيب مش ما اعتمدش عليه الصراحه، يعني هو له ما له ولا عليه ما عليه، وهو راجل راهن على المرتدات خلاص، وما قداموش حاجه غير كده ان هو هيضغط بيراميدز، فاحنا هنلعب على المرتدات. وفعلا ما نزلش شيكوبانزا، الماتش اتقلب ليه بقى؟ الماتش بقى زي ما بقول لك كده هو الجيم اللي الزمالك عايزه. بيراميدز ضغط بكل ما يملك، خلاص بيحاول بقى. الشيبي بيلعب عرضيات، حسام عبد المجيد والونش سوبر ستار، ماتش 10 على 10، ماتش 10 على 10. وحسام عبد المجيد له لقطه في الشوط الاول وهو واقع على الارض، الكره الزحله حط دماغه قدام فيستون، يعني راجل دماغه قدام رجل فيستون مايلي، حاجه بصراحه 10 على 10 يعني. مفيش كده. الونش برضو كل الكور العاليه واخدها هو وحسام، بصراحه ماتش يعني 10 على 10 من الاثنين. نكمل بقى. بعد كده بقى حصل المشكله بقى عند بيراميدز بعد كده في نقطه، ان بدات خط دفاعه يتفتح شويه او وسط ملعبه يتخطف منه شويه. ليه بقى؟ لان خلاص انت ضاغط بكل خطوطك، فاذا فجاه نزل الشيكو بانزا من هنا، وخلاص يا جماعه بدات المرتدات اللي الزمالك بيحبها. واحده من بزيرة شيكو بانزا، الراجل ضيعها. التانية من هو اللي خطفها اصلا شيكوبانزا، الناصر من ناصر لشيكوبانزا، من شيكوبانزا حطها زي كتاب مقلب زيرو. وفي واحدة تانية كان ناصر منسي حطها لشيكوبانزا اللي هي جا منها الجون التاني. طيب انا عايز اتكلم في نقطة برضو، ان في ناس ياما قالت لك ايه ان الكرات كرة تسلل ومش تسلل، وفي ناس برضو قالت ان الجون التاني ده اصلا ممكن ما يكونش اوفسايد كمان لان الكاميرا. انا عايز اقول بس ان اللقطات الاوفسايد اللي هي بتبقى على سنة دي صعب قوي ان انت تشوفها بعينيك، يعني صعب قوي. ولو الموضوع يا جماعه سهل كده بجد والله، يعني ما كانوش حد مثلا زي الفيفا والاتحاد الاسباني والناس دي اخترعت اللي هو الاوفسايد اللي هو الاوتوماتيك اللي هو بتحسب بالكمبيوتر ده. لان بصراحه ما هو بالعقل، يعني لو انا وانت هنشوفها بعينينا كده هنلقطها، طب ليه الناس دي هتصرف ملايين في حاجه زي كده؟ الموضوع يا جماعه حركه الكاميرا يمين او شمال ممكن تبين لك ان ده اقرب لده او ان الخط اقرب لواحد من الاثنين. فالموضوع صعب قوي ان هو يتحسم بالعين كده. فان حد يقول لك الكرة دي 100% جون او 100% اوفسايد، غالبا هو كذاب، غالبا كذاب. الكرة دي ما يتحسمش فيها، لا دي ولا بتاعت شيكوانزا الجون التاني. صعب جدا، عايزة فعلا كمبيوتر عشان يحسبها، او ان الكاميرا بقى تتثبت صح وتشاف وبتاع وبميل معين. دنيا انا وانت عارفين ان هو لا احنا المخرجين عندنا مؤهلين لكده ولا الحكام مؤهلين لكده. فالكرة دي بتبقى بالسنس كده، انت فاهم؟ يعني هو الحكم زيك كده بالسنس بيحسبها. المهم ان هو حسابها وجوه، يعني انا بقى ما يعني حتى هي لو اوفسايد خدت 3 نقط، احنا ياما خسرنا بسبب الحكام وياما خسرنا بحاجات كتير قوي. الحمد لله دلوقتي الزمالك في الصدارة 5 نقط. هنلعبوا انبي هنلعبوا انبي يا جدعان، انا زهقت من انبي ده. انا عندي بس وجهة نظر في الزمالك النهارده، ان عبد الله السعيد يا جماعه كنا محتاج فعلا ان هو يلعب نص ساعه بس في اخر الماتش، ما يلعبش جيم كامل. عبد الله ما عادش عبد الله بتاع زمان، ما عادش عبد الله اللي يلعب ماتش كامل. ما عادش عبد الله السعيد ينفع يلعب جيم كامل، صعب قوي ان انت تلعب عبد الله جيم كامل. آه، بيغلط غلطات واضح قوي مع الضغط، ان هو ممكن مثلا بيخسر في الكوره وقت طلوع الكوره او الكلام ده. عبد الله في العادي ما بيغلطش الغلطات ديت، بس زي ما قلت لك العنصر البدني حاجه مهمه جدا. الذكاء في الملعب دي حاجه اساسيه عند عبد الله وحاجه مش هتضيع منه. يعني عبد الله في كوره عمل فيها فاول على ناصر ماهر، كان الراجل كان رايح انفراد، ده فاول تكتيكي، ده مهاره من عبد الله. بس في الاول وفي الاخر الجزء البدني جزء مهم جدا اعتقد، واتمنى في ماتش انبي عبد الله يكون على الدكه، لان انبي من اصغر المعدات السنيه او اصغر تقريبا في الدوري، ففرقه هتبهدلنا قوي بدنيا. محمد السيد انا بفرح له بصراحه لما بينزل. لما اتصاب محمد اسماعيل ونزل محمد السيد مكانه، آه، وسط ملعبنا بقى احسن، محمد السيد مع محمد شحاته، اتنين ومعهم عبد الله، 3 لعيبه كوره. في نفس الوقت محمد السيد حركي شويه عنهم كلهم، ان هو بيروح ويجي كتير قوي، مهارته الفرديه عاليه قوي. هو بس مشكلته ان هو لازم يبطل فزلكه. يا ابني بطل فزلكه، انت صغير فانت لازم تعمل حاجات ان انت تبني عليها، وبعد كده تبدا يعني
تبدا واحده واحده ان انت توصل بقى للمستوى ان انت بقيت لعيب اساسي في نادي الزمالك. فلما تغلط الناس هتشيلك الغلطه دي. انما انت دلوقتي لو غلطت غلطه الناس هتشيلك انت شخصيا. فهو لازم يبني تاريخ الاول، وبعد كده التاريخ ده هو اللي هيشيله بعد كده. التاريخ ده هتبني باللعب، بالاجتهاد طبعا في الملعب والمهاره وكل حاجه، وبلعب الكرات السهله برضه، ما تصعبهاش على نفسك، بالذات ان دي مرحله حسم. فالغلطه مش هتتنسي، اللعيب اللي هيغلط في كوره وهتيجي جول الجمهور مش هينساها له. آم، عجبني معتمد جمال بصراحه ان هو كان يعني عارف اللي هو ايه، هو صابر على الماتش قوي يعني، برضه ما كانش مستعجل، ما داسش قوي يعني. هو برضه لعبة الاندر دوج دي لايقة قوي مع معتمد جمال ومع طريقة لعبه ومع فكره ومع الثقافة اللي هو جاي منها برضه. ان هو الراجل كان مدرب معتمد جمال يا جماعة، هو وابراهيم صلاح كانوا مدربوا في الدرجة التانية قبل ما يجوا الزمالك. معتمد جمال ما كانش ناجح اصلا في الدرجة التانية مع الانتاج الحربي. بس الحكاية يعني عارف اللي هو ايه، واحدة واحدة، والروح اللي بنوها في الزمالك فعلا هما بيجنوا ثمارها. بيراميدز فرقة عندها كمية نجوم كبيرة قوي. بحس ساعات ان تجربة يوروشيتش دي اللي هي قربت على نهايتها يعني، عارف اللي هو ايه. انا احساسي الشخصي ان الراجل ده خلص اللي عنده شوية كده، او ما عادش زي زمان يعني. جو التنطيط وبتاع هو محتاج يهدى بقى خلاص، كفاية التنطيط ده. كان حلو السنة اللي فاتت، كان بيعمل حاسم وكان مشعل الدنيا شوية بتاع. خلاص بقى مش هتقضي الدنيا كلها تنطيط يعني. فاعتقد ان ممكن بيراميدز ده ممكن مع مدرب تاني، حد عارف اللي هو ايه، المدرسة الواقعية اللي هي شبه كولر، شبه في فيريرا، جيسوالدو فيريرا، الناس دي اعتقد ممكن تكسب مع بيراميدز دوري، او يكسبوا افريقيا تاني برضو، لان ده انجاز ليهم يعني. في النهاية الحمد لله كسبنا، ويا رب بقى تكمل على خير في الماتشات الجاية. اتمنى الفيديو ده لو عجبك دوس لايك وسبسكرايب يا جماعة في القناة، والسلام عليكم.